الزمالك ثالث الدوري العام، ولكن هل بمستويات الزمالك اللي بيقدمها السنه دي الزمالك ثالث الدوري كفريق ولا كجمهور ولا كاداره ولا كنادي؟ السؤال ده سؤال مهم جدا بعد المستويات الهزيله اللي احنا بنشوفها لنادي الزمالك. ناس كتير قوي قالت ان الزمالك فوت الماتش البيراميدز، وانا بقول لك ان الزمالك لا يملك حتى القدره على تفويت المباراه البيراميدز. الزمالك مستواه الفني هزيل، واي فريق منظم وقوي هيعمل في الزمالك نفس اللي عمله بيراميدز في الزمالك. الزمالك بان فريق هش وضعيف، واي حد قادر على هزيمته، ولكن المعادله ناقصها حاجه. الزمالك كان بيكسب لان جمهوره كان في ظهره بيديله دفعه معنويه وقدرات بدنيه مضاعفه، وبيركبوا على المنافس بشكل واضح وصريح. وهنا بتيجي قيمة الجمهور للفريق الجماهيري. الفريق نفسه فريق بلا روح، ما عندهمش روح، ما تحسش ان هم عندهم كده كرامة ونحرنة عشان يكسبوا علشان نفسهم او عشان الزمالك. فريق فيه دونجا وشلبي وغيرهم كتير، فريق قيشو وعاطف وناس ما تعرفش عنهم غير المستويات اللي بتتهاجم من جمهورهم قبل اي منافس ما يحفل عليهم. الفريق اللي بالمنظر ده فريق منتصف جدول بالكتير، فريق بيقدم مستويات فنية ضعيفة جدا مخلية كل فرق الدوري طمعانة فيه. نظام المسابقة بروز ده قوي السنة دي لما خلى التسع فرق اللي فوق تتنافس مع بعضها. فالزمالك بعد 6 مباريات لقى نفسه مش كسبان غير حرس الحدود، واتحسب له مكسب مباراة الأهلي اللي الأهلي ما لعبهاش. لو المباراة دي اتعادت فالزمالك هيلاقي نفسه ما كسبش ولا مباراة من ال6 غير مباراة حرس الحدود. الزمالك فريق كبير وعريق، ولكن ينقصه الكثير كفريق. لو هتدور على البطل الحقيقي في الزمالك فهو الجمهور. الجمهور بس هو اللي ليه الفضل في وضع الزمالك في المربع الذهبي بصفة عامة وفي المركز الثالث بصفة خاصة. ليه ده بيحصل؟ لأن الزمالك من غير جمهوره، وفي المباراة الوحيدة اللي جمهوره ما كانش عايزها وكان أقرب إلى الرغبة في الهزيمة منها الرغبة في التعادل أو الفوز، هي مباراة بيراميدز. فالفريق قدام بيراميدز افتقد العنصر الوحيد اللي بيحفزه للتعادل أو الفوز أو عدم الخسارة. فايه اللي حصل؟ حصل اللي شفناه. حصل ان احنا شفنا فريق لا يمتلك اي قدره على الوصول لمرمى الخصم. انا مش عايز اقول لك بقى انه يكسب، لا لا لا، ان هو يروح بهجمه منظمه او يروح بهجمه خطيره او يبقى قريب من التسجيل. ده ما حصلش خالص خالص في مباراه الزمالك وبيراميدز. وده مش لان الزمالك مفوت، لا، ده لان الزمالك افتقد رغبه جمهوره في الفوز او التعادل حتى. فالفريق ظهر بمستواه الفني الحقيقي، المستوى الهزيل الذي لا يناسب تاريخ وقيمة نادي الزمالك، واللي بيناسب فريق في منتصف الجدول عجبه قوي انه يكون في النص، لا هو بيكسب ولا هو بطل ولا هو بيخسر وبينزل. هو فريق شاري دماغه زي فرق الشركات. اقول كلمتين ممكن جمهور الاهلي يزعل مني فيهم، ولكن من باب احقاق الحق، جمهور الزمالك جمهور مهم وجمهور وفي لفرقته. ده شيء جيد جدا، ولكنه بيحتاج من جمهور الزمالك نفسه إعادة ترتيب حساباته. جمهور الزمالك لازم يعرف إن الفرقة دي بتمثله، وإن الإدارة دي يجب عليها تكوين فريق يناسب حجم تاريخ وتطلعات جمهور كبير. جمهور الزمالك مش جمهور صغير. جمهور الزمالك هو جمهور القطب الثاني في الكرة المصرية، والقطب الثاني في أفريقيا، والقطب الثاني في المنطقة العربية. ده لما كان قادر على لعب دور القطب الثاني. الهمسه اللي لازم اقولها لجمهور الزمالك في ودانه: خدوا بالكم، الفرقه دي بتمثل نادي الزمالك، ونادي الزمالك بيستحق فريق عنده عناصر قويه قادره على تمثيل النادي. اداره الزمالك محتاجه تلبي احتياجات الفريق، ومحتاجه تدير بعيد عن العواطف. انت كجمهور حب لعيب واكره لعيب، تمسك بلعيب وارفض بيع لعيب، لكن اداره الزمالك عشان تحقق تطلعاتك انت كجمهور المفروض تكون بلا مشاعر. يعني لما يجي لها عرض لزيزو ب 6 7 مليون دولار تسيبه وتجيب بداله، ولما يجي لها فلوس كويسه في لعيبه تسيبها وتكون فريق وتنزل بمعدل الاعمار وترفع من قيمه الفريق الفنيه والاداء الجماعي، وتكون حريصه جدا على فلوس النادي وهي بتدفعها في استخدامات ممكن تضر الفريق، وكمان تكون حريصه على فلوس النادي من الغرامات الكتير.
اللي دفعتها واللي لسه بتدفعها، واعتقد انها لسه هتدفعها، وتحاول بقدر الامكان تحط اسم الزمالك وجمهوره قدام عينيها. سلام عليكم.